كده اول حاجه الشقه بتاعتنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده كده جايين نصور من شقه الاسكان الاجتماعي. احنا استلمناها وهصورها لكم كده، هشوف كل حاجه معاكم. اول حاجه ده كده الجرس، بس مع الكهرباء فصلت دلوقتي، بتفصل الساعه 4. ده الجرس شغال كويس. ده الباب بتاعها من بره. احنا طبعا لسه مستلمينها في دوب كنسناها وكده، فلسه ان شاء الله يظبط الميه وكده هنا عشان نغسلها. صراحة الشقة حلوة جدا، زي ما انتوا شايفين. في ناس كانت بتقول ان السطح بتاعها هابط وكده، لا بالعكس، المساحة بتاعته كويسة جدا. مسافة من الارض للسطح حلوة جدا، فما نصدقش كلامه خلاص، الواحد يجي ويشوف على الطبيعة. فهي بصراحة جميلة يعني. كده اول حاجة الصالة. احنا معانا مقاساتها وكده، فبصراحة مساحتها روعة. اول حاجة هنا كده معانا كده، احنا جايبين حاجة كده نقعد عليها هنا. فاحنا بنيجي يعني مش بناخد ساعة وبنمشي لسه. لما نوضبها ان شاء الله هنبقى ننقل فيه. شايفين الجمال؟ ده كده هنا البلكونة، مساحتها حلوة جدا. مساحتها روعة يا جماعة، متصدقوش اي حد انه يقول لكم ضيقة وكده. المساحة بصراحة جميلة، محدش يقول عليها خالص ان هي شقة اسكان اجتماعي. ده كده مدخل العمارة من تحت. ده كده هنا البلكونة، فهي من تحت طبعا. وهو الفيو بصراحة روعة. كده قدامنا الأراضي الزراعية، جو حلو جدا هنا من فوق. زي ما انتم شايفينه، حلو جدا. ده كده هنا معايا البلكونة. ندخل بقى هنا على الطرقة دي اللي هي فيها الأوض. هنا أول حاجة المطبخ. بس الكهرباء قطعت للأسف، كنت عايزة أصورلكم في إضاءة وكده، فهي الإضاءة كويسة يعني. صراحة هي الشقة ما شاء الله يعني، إضاءة داخلها من جميع النواحي، فيها شمس كمان بتدخلها وكده. شايفين يا جماعة متطربة ازاي؟ احنا كنسناها على قد ما نقدر، فلسه يعني عايزة غسيل بقى. السيراميك الحوائط وكده بصراحة جميل جدا. سيراميك الأرض برضه متماسك وحلو، مفيهوش فراغات كتير يعني زي باقي شقق. في ناس بتستلم بتلاقي السيراميك فيه فراغات وكده، فاحنا بصراحة يعني استلمناها حلو خالص. ده كده الطرقة. طبعا الإضاءة هتتظبط وكل حاجة. هنا طبعا مفتاح، تفتحي كده من هنا للطرقة. هوريكم بقى آخر الطرقة باقي الكهرباء ازاي، فلسه هنظبطها ان شاء الله. هنا دي كده أول حاجة أوضة الأطفال. اوريكم بقى الباب مقفول.
الرحمن الرحيم. شايفين ما شاء الله. طبعا الاوض كلها والشقه بتدخلها الشمس من جميع نواحي ما شاء الله، عشان تبقى منوره كده وتتعقم وتبقى حلوه، متبقاش مكتومه. شايفين يا جماعه الجمال؟ صراحه احنا كنسناها ونفضناها الحوائط كده، بس لسه بقى عايزه كهرباء للسطح كده معانا. فهم طبعا بيحطوا لمبة عشوائيه كده، فاحنا لسه ان شاء الله هنظبط كل حاجه. الشبابيك طبعا عايزه تتغسل وكله بقى، عشان في طبعا طيور وكده، وكانت بتيجي توقف على الشبابيك وهنا وكده. لا بصراحه جميله خالص يعني. دي كده اول اوضه من الاطفال. نطلع كده بقى هنا على اوضه الاطفال التانية، ومساحتها بصراحه يا جماعه جميله جدا، حلوه، مساحه حلوه. يعني هي تشيل سريرين والاوضه مرتاحه، ويبقى في وسع كمان الناس اللي فرشت وسكنت فيها. وادي السيراميك في الارض كمان حلو جدا. في ناس طبعا بتستلم حظوظ بقى، اللي بيلاقي فيه فتحات في السيراميك واللي بيلاقي كده، فكل واحد وحظه بقى. فاحنا ما شاء الله يعني استلمناها الشبابيك وكل حاجه فيها روعه، مفيش فيها حاجه يعني ناقصه وكده، الحمد لله يعني. فهي بس مش عايزه غير تتظبط شويه الكهرباء واللمض وكده وتتغسل ان شاء الله. يمكن نسيناها ونفضناها، فبس لازم تتغسل بالميه. دي كده تاني اوضه للاطفال. زي ما انتم شايفين مساحتها بصراحه يا جماعه جميله جدا، روعه. كان في ناس يعني ما شفتهاش وما جاتش سكنت فيها وكده، كانت بتقول ان هي مساحه ضيقه وكده، فطلبوا مني ان انا اصورها لهم عشان هم مش قادرين يجوا كده، حابين يعني ان هم يقدموا على شغل الاسكان الاجتماعي وكده، فهم كانوا عايزين يشوفوا يعني الشقه بتاعتي وكده، فقالوا لي صورها لنا عشان احنا نيجي نشوفها ده كده اول حاجه اللي هي البلكونه المنور، بلكونه المنور في المنور برضه يا جماعه مساحتها حلوه جدا. ففي ناس بتستعمل الخزين يعني بتحط فيها المنشر، وفي ناس بتحط فيها اللي معاه غسالة طبعا، وفي ناس بتحط فيها تلاجات، اي حاجة معاك الخزين مش محتاجاها فبتحطيها هنا في البلكونة دي. فهي بصراحة مساحتها حلوة جدا واسعة يعني، بتعملي فيها منشر طبعا، المساحة كويسة خالص يعني معاكي. ده كده بلكونة المنور. اسفين يا جماعة على التراب وكده، فلسه ان شاء الله هنغسلها قريب بإذن الله، واصورها لكم طبعا على نظافة وهتشوفوا كل حاجة معنا على الطبيعة. ده كده الحمام، الباب بتاعه كويس يعني مفيش اي حاجة، هو من بره بيبان يعني حلوة تجيله ومحملة وكويسة يعني مفيهاش اي كلام مشاكل. زي ما انتم شايفين الحمام. كده البانيو بيبقى فوق الدش وكده. وادي السيراميك حلو جدا في الحيطان، لونه عجبني جدا بصراحة، جميل مفيهوش اي غلطة يعني. فانا كنت مستني اصورها لما اغسلها، فطلبوا مني ان انا اصورها لهم عشان عايزين يشوفوها على الطبيعة يعني. ده كده الأوضة
ما شاء الله الباب جدا حمل يعني تقيله ما شاء الله، ما فيهاش اي حاجه يعني، ما شاء الله جميله. والدهانات يعني يا جماعه ما شاء الله كويسه يعني وحلوه، فيعني اللي حابب يغير اللون اللي على مزاجه طبعا بيديها الوش يدهنها زي ما هو عايز زي ما هو حابب. وادي السيراميك يعني لو في فراغات وكده بسيطة ممكن نسجلها بالاسمنت الابيض ومفيش اي مشاكل يعني، مفيش سيراميك مكسور او في حاجة مفرغة او كده يعني. فهي بصراحة جميلة حلوة يعني. هنا كده المفتاح بتاع التكييف ان شاء الله لما نركب تكييف يعني نركب تكييف فيه وكده جميلة. طالعين انتوا؟ هاد العيال من تحت طبعا زي ما انتوا شايفين يا جماعة، حلو جدا. والشبابيك زي ما انتوا شايفين مفيهاش اي حاجة يعني، اللي حابب يغيرها المونتال يعني براحته كده، فهي مفيهاش اي كلام يعني، مفيهاش مشاكل. لو اي حد استلم تاني فلقى عيوب وكده فبيظبطها، بس احنا الحمد لله يعني لحد ما يعني كل حاجة مظبوطة تمام، فمش محتاجة غير ان هي تتغسل. وكده زي ما انتوا شفتوا طبعا، هصور لكم طبعا لما ننضفها ونغسلها تبقوا معايا واحدة واحدة ان شاء الله. ده كده الدرجة انا وريتكم اول ده اللمبة هنا بتنور الدرجة من هناك، وبدل ما ترجع تاني تطفي فهو عاملين نفس المفتاح، واحد بيفتح واحد بيقفل. وان شاء الله هنظبط كل حاجة معنا زي ما انتوا شايفين. الكهرباء قطعة والاضاءة ما شاء الله في الشقة كلها، مش محتاجة انك انت تنوري حاجة يعني، لحد المغرب وكده بتبقى ضايع ما شاء الله. اللهم بارك يا رب، وربنا يكرم اي حد عايز ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله جتنا ضيوف كده زي ما انتوا شايفين. لسه العمارة دي محدش سكن فيها، ففي ناس استلمت لسه بتفرش، وان شاء الله اي حد هيسكن هينظف قدام شقته طبعا وهينظفها تبقى زي الفل. وبكده يا جماعة كنت صورتها لكم، ولو حابين اي استفسارات او يكتبوا لي في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. احنا جات لنا نضيف طبعا استاذ محمد. اسمك ايه محمد رينات جايين طبعا شرفونا ريتين. يلا كلكم قولوا باي باي، ما تنسوش تحطوا اللايك. يلا يلا باي باي، ما تنسوش تحطوا اللايك. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واشتركوا في القناة ورنوا الجرس. فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا مع السلامة. يلا مع السلامة. باي باي باي. باي باي. بتصور